بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكرت قول سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كتاب وجهه إلى سيدنا أبي موسى الأشعري في العراق، ومن جملة هذا الكتاب قوله رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. أيها الإخوة الكرام، كنت قد أدليت بدرس يتعلق بقضية الموقف الذي ينبغي أن يقفه المسلم في وقتنا الحاضر، وفيما تموج الدنيا فيه بهذه الحرب القائمة بين أمريكا وإسرائيل من طرف، وإيران من طرف آخر. وكنت قد ذكرت فيما ذكرت في هذا الدرس أن الشيعة لديهم بعض المكفرات. لم أكفر الشيعة كلهم، وحاشا لله أن أفعل ذلك، ولكن قلت إن لديهم مكفرات، فمن اعتقد واحدا من هذه المكفرات فقد كفر. سئلت خلال الدرس عن قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكرت أن قذف السيدة عائشة ليس بمكفر من المكفرات. ثم راجعني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، لفتوا نظري إلى أن هذا يخالف ما اتفق عليه العلماء، وفعلا رجعت فوجدت الحق معهم جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا. وجدت أن العلماء قد أطبقوا على أن من قذف السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بالزنا فهو كافر. ولذلك بعد رجوعي إلى المراجع المختصة كلها، وجدت أن أعلن للجميع أن هذا كان خطأ مني، أستغفر الله تبارك وتعالى وأتوب إليه، وأدعو الله تبارك وتعالى للإخوة الكرام جزاهم الله خيرا. وكما أحب أن ألفت النظر إلى أن مكفرا آخر لم أذكره في ذلك الدرس، وهو اعتقاد بعضهم أن القرآن الكريم محرف، فاعتقاد تحريف شيء من القرآن أو زيادة عليه أو نقص منه أو شيء من الخطأ فيه، فإن ذلك مكفر بإجماع المسلمين قاطبة. ولقد طلعت على كتاب موجود عندهم اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا يثبت أن ذلك مكفر من المكفرات الموجودة في دينهم. ولكن كما جزمت سابقا وأجزم الآن أن ليس كل شيعي في هذه الدنيا مطلع على هذه المكفرات كلها أو يعتقدها. فمن اعتقد مكفرا من هذه المكفرات أو علم به ولم ينكره، فإن ذلك والعياذ بالله يخل بإيمانه ويخرجه من حلقة الإيمان إلى حلقة الكفر، ولا يمكن أن يعد مسلما. من اعتقد بأي مكفر من هذه المكفرات أو علم به
ولم ينكره، يعني اعتقده، فإن ذلك لا شك أنه مكفر من المكفرات. وقد يكون هناك مكفرات أخرى. أنا ذكرت من المكفرات قولهم أو قول بعضهم طبعا وليس الجميع، قولهم بالبداء، وقد ذكرت عقيدة البداء وفصلت فيها في درسي ذاك. وأيضا قولهم بخطأ سيدنا جبريل عليه السلام، وأنه نزل خطأ وقد تاه وضاع، فبدل أن ينزل على قلب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بإجماع المسلمين. وأيضا ذكرت قضية استباحتهم لدماء المسلمين، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فقد رأيناه بأم أعيننا في بلادنا، وأمر هو متواتر وعليه من الأدلة الشيء الكثير. فمن اعتقد مكفرا من هذه المكفرات، وكذلك تحريف القرآن الكريم، من اعتقد بواحد من هذا فقد خرج من الملة قطعا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا دائما إلى الصواب والحق، وأن نلقى وجهه سبحانه وتعالى على ذلك والثبات عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.